حقول شغله خطيره اليوم. انا اطلب من اللبنانيين يلتقطوا صور كثيره تذكاريه للبلد. منيح هيك؟ لا البلد الى الزوال. نعم. اجل. البلد رايح للسوريين. لشو؟ للسوريين. للسوريين؟ نعم. وبكره بيعرفوا شو حقيقه المخطط. انا اطلب من كل اللبنانيين من كل الطوائف، خذوا صور، التقطوا صور تذكار وبلشوا حضروا المواويل اللي بدكم تغنوها برا. اشتقنا لك يا لبنان وبدنا نرجع لك يا لبنان، مثل ما اخواننا الفلسطينيه بيغنوا لفلسطين. هذا كلام تهويلي. امامنا الانهيار عم بيتم. امامنا وقوى سياسيه عم النكد قتلها. راح هيك مثل تماما مثل ما صار عشيه يعني فلسطين كمان. الانقسام القاتل اللي موجود داخل البلد، اللي واصلين انه في انهيار كامل قدامنا. انهولك المؤسسات، انهول بعد في عندك مؤسسه الجيش، انهولك البلد بكل مؤسساته، بمصرفه، بليرته، بعملته، بنفوسه، واحيوا فيك كل هذا اللي عم بيصير. وهلا البلد عم ينهار بدون انه واحد يكون عنده الشجاعه. الكل جبنه، الكل جبنة، ما حدا بيسترجي. خايف من الامريكان ومن الغربيين انه يقول كلمه، وكل يوم في 1000 و1500 كل يوم. طيب ما حدا يقول لي هلا هذيك اليوم انتبهتوا للصور اللي هذيك اليوم انتشرت؟ شو بها؟ حدا انتبه للصور اللي عم يركضوا بالطابور اللي جايين؟ 90% منهم طلع، جزء منهم لقطهم الجيش من الرقه ومعهم اوراق مرور من اللي كانت بتوزعها داعش هونيك. حدا انتبه لاجسامهم؟ مدربين، رياضيين مدربين، حاملين شنطات على كتافهم وعم يركضوا شبه ركضه عسكريه وعم بيفوت. حدا عم يسترجي يقول كلمه؟ ما حدا بيسترجي، لانه الكل مرتبطين باعمالهم برا، الكل خوفانين من العقوبات، الكل جبناء، والبلد رايح. فتنا على ملف جدا وجودي يتعلق صحيح. بلبنان ومصير صحيح. كل اللبنانيين. صحيح. حكيتني قلت لي لبنان الى زوال والسوريين رح يصير البلد لإلهم. لك حاعطيك بتبالغ يعني؟ معلش. لا ما عم بالغ. عفوا. ما عم بالغ ابدا. ما عم بتبالغ. بعدين ما حكيت في امور كمان بعرفها ما حقولها. في اخطر من هيك. ايه شفت امبارح من الجمعه الماضيه كيف هذا السد انهار وراح على درنا وجرفها. كل اللي عم تشوفيه على الساحه اللبنانيه الان هو جمله انهيارات وراح تجرفنا، لانه ما حدا عنده قدره على انه يقف بوجه هذا الامر او يضع له حد. مين بده يوضع له حد؟ اليوم ما في حدا. في عم نشوف ما في في حكومة الرئيس نجيب مئاتي. ما حدا قدران، ما حدا قدران. وانت بتدافع عن حكومة مئاتي، شو أنا عندك؟ مين معني بحل هذا الموضوع؟ مين قال بدافع عنها؟ انت مش اصحاب مع الرئيس مئاتي؟ صاحب بشيء بعرفه من ايام ابو ظبي بال 75 هو الحج طه. والموقف انا مش قابض النظام كله. انا النظام كله الطائفي هذا والمذهبي انا ادعو الى اقتلاعه، الى اقتلاعه كله بكل مفاهيمه، بكل من 1920 الى الان، بكل هي الثقافه اللي انتجها لحتى تعملي بلد مثل عالم محترم. اذا بده يضل بلد نحترم حالنا، بدنا نشلح العباءه الطائفيه، وبدك تفوتي على الدوله العلمانيه، وبدك تفوتي على الدوله الديمقراطيه وتلغي. فكيف بدي هلا عم تقول لي لبنان الى زوال؟ قبل ما نروح لهالمشاريع فصل لي هذا المشهد. شو يعني لبنان الى زوال وشو يعني لا احد يجرؤ؟ يعني الرئيس مئاتي لانه عنده مصالح خارجيه لا يجرؤ؟ لا مين كمان؟ كلهم. لا استثني احدا، ما عم استثني حدا. عم نحكي سياسيين وعسكريين واجهزه امنيه وسياسيين، وكل واحد له حساباته ويتعاطى ضمن هاي الحسابات. بالوقت اللي فيه تسونامي يجتاح الاراضي اللبنانيه، عم بيغير مفاهيم، عم بيغير سينوغرافيا داخل البلد، عم بيغيروا. ونحن متابعين ضمن ثقافه القطيع هيدا المقاطعجي الطائفي او هذا المقاطعجي المذهبي او هذا المقاطعجي تبع اداره رجال الاعمال بالبلد، وكلهم لهم مصلحتهم. طيب تعي لحتى نقول بعد 3 سنين اولا في 2,800,000 ما حدا يقول اقل سوريين، وعندك 200-300,000 اسيويين وعمال شو بدي فيهم، وعندك اللجوء الفلسطيني، وعندك حتى جاليات موجوده هون. 2,800,000 انت بال 2025 26 هن 4 مليون. ومجبوره بدك تعملي دمج، ورايحين على هن امرينك مش بس دمج، رايحين على، وهلا في اجراءات حنتفاجئ فيها بعد شوي لحتى يكونوا هن جزء من هذا البلد، لانه في مشروع كبير عم بينرسم.
رجعوا لنوع من الشرق الاوسط الجديد اللي رسموه واللي فشلوا فيه بالربيع العربي. هلا عم نجي بانماط جديده لحتى انت تغيري. ونحن جماعتنا بالباي باي. يعني حصلت هلا شغله كثير كبيره اللي هي تغيير خط الحرير اللي كان معمول انه بيجي من الصين بيفوت على العراق وعلى سوريا للبحر الابيض المتوسط. لاحظ الاتفاق الهندي الاماراتي اللي هلا رعوه الامريكان واللي طردوا فيه باكستان على جنب، واللي بده يروح لاين الى الاردن الى فلسطين المحتله وتصير المرافق. عمي ليش انضرب المرفأ بيروت؟ ما يربطوا، لا يربطوا كيف ما هو معد وليش تدرجوا. بس نحن ما بنتابع، نحن واقعين ضمن يعني ضحايا لهالميديا التافهه السخيفه السطحيه المشبوهه اللي بالبلد، اللي كل واحد بيشتغل الكاد، وبنعطي لقضايا كبيره تفسيرات وما بننتبه شو عم بيصير بالاقليم. فلذلك انت في تغيير جغرافي، وللاسف انا بقول لك هلا في مؤامره جديده لعوده لتقسيم سوريا. شو اللي عم بيصير بالسويدة هلا؟ مقدمه. شو اللي بده يصير من التنف؟ شو اللي بده يصير؟ مقدمه لمحاولة جديدة لتقسيم سوريا. هلا بتقولي لي سوريا ممكن، أنا مؤمن إنه بترجع تنتصر على القصة، بس بدها تاخذ وجع اقتصادي ووجع أمني هلا جديد، ونحن قد نجنح إلى المشكل الأمني. يا أستاذ كمان نعم مشكل أمني. نعم، الله يسترنا من المشكل الأمني. خذي أنت موضوع المخيم عين الحلو، أنا تحدثت عنه قبل ما يحصل. بس ما نحن هلا يعني خلال وقت تسجيل هيدي الحلقة ما بعرف من هلا لوقت عرضها شو بيكون تغير. في هدنة. بس هلا نحن بهدنة، وقت اطلاق نار. هدنة مين المرجعية؟ ما انت بدك تشوفي انت كيف المخيم صار جوا. ما بقى في فتح اللي بتقدر تحسب، ولا حماس لحالها بتقدر تحسب، ولا الجهاد بيقدر يحسب، ولا القوى اللي محسوبة على التطرف بيقدر. كله فات وكل واحد بياخذ شقفة من المخيم. هيدا له ارتباطاته. لما منصور عزامي بيعترف انه عندنا تسجيلات لاتصالات من مخابرات عربيه وغير عربيه، وعندك اسرائيل اللي دخلت على الخط. انت شو بتعملي هون؟ ليكي ياخذوها مني. هيدا تيست لاقفال طريق الجنوب عشيه الحرب القادمه. نعم. اللي بتقول اني عم بتحدث عن حرب يتذكروني بعد اذار القادم وبالجاي. المنطقه رايحه هيك. في قرار اسرائيلي وامريكي. الامريكي اللي هد لبنان اقتصاديا وبماليته وقال خلينا نهده، بلكي بتنضرب المقاومه وبعدين بنرجع بنبني بسرعه. نؤمر العربي بيعطوه بيمشي الحال. ما فشلت هالنظريه. ما زبطت هيك. هلا شو بتعملي انت ساعتها هون؟ شو بتعملي تيست بهالمخيمات لما بتدبك وبيفوت فيها البعد المذهبي والطائفي. نعم. وعندك انت الاف من السوريين اللي بكره بنشوف سلاحهم كيف مجمع ومنين وكيف اللي حيفوتوا بالمعركه. شو بتعمل المقاومه ساعتها؟ بلحظه بتصعد فيها اسرائيل اللي مضطره. هلا بتقول لك في مطار وبتقول لك في كذا وبتقول لك في كذا، عمال تحضر المسرح. شو بتعملي انت ساعتها؟ شو بتعمل؟ تحاصر المقاومه يعني بهذا الشكل؟ هلا هي عندها قدره انها ترجع تحسم الامور، بس مجرد ما تفوتي على اي منطقه لتحسميها بده ينحسب انه منطقه شيعيه سنيه، منطقه شيعيه مسيحيه، منطقه كذا. هذا البلد هلا. عشان هيك انا لما قلت الى زوال، لانه شايف الصوره السوداء اللي جايه. يا استاذ بس معلش شيء هلا. نعم. حضرتك معروف انه عندك نظره شوي تشاؤميه للامور. على اساس ما سقب، ما زبط كل شيء قلته. لا على اساس عم يوزعوا جاتو على المفارق، والحمد لله البلد بنعيم، الكهرباء والمي والادويه والليره من احلى ما يكون. لا بس لحظه طول بالك علي. انا جيت لعندك هلا من طريق المطار لهون، يمكن في 4 لو بدي رد انا كان صاحب سلاح. من الفوضى اللي بالشارع، من قله تدني الاخلاق اللي بالشارع، من كل اللي عم يحصل. شو عم بيصير بالبلد؟ انتهى. المشهد اللي عم بتقوله ما بيتناقض شوي مع المشهد الاقليمي؟ لا ابدا. ليش؟ تفاهم سعودي ايراني، تفاهم سعودي سوري، رايحه المنطقه الى سعودي سوري انتهى. جمد. الامريكان قالوا بس نقطه على السطر. لاحظي انت ما عاد حدا حكى بالموضوع. عيني في شيء عم بيحصل. هي ضمن ثقافه الاقليات. رجعوا يشتغلوا على هيدا المشروع اللي بدهم يعني يكملوا فيه. خلينا نحكي استراتيجيا. لا اسرائيل بتقدر تعيش بامان وقوه المقاومه تتعاظم لدرجه صار بتهدد هلا كل الخريطه. نعم. ولا الامريكاني حيطلع من المنطقه مثل ما بيقولوا البعض، بالعكس بده يضل بالمنطقه هون وبده ينفذ اللي بده اياه. وهيدا
بالوقت اللي فيه الايراني مع فريق الممانعه اللي عم يتحضر لحرب ما. المنازله الكبرى هي ثقافه ايديولوجيه. طيب ما كلنا عارفين ذلك. نحن تحت ضمن هاي المظله قاعدين. عشان هيك خلينا نكون ليش عم بقول لك انا؟ لانه ما في قرار. ليش ما في رئيس جمهوريه؟ لانه ما في قرار بالحل بلبنان. واذا بدهم يجيبوا رئيس جمهوريه حيجيبوا واحد كراكوز لحتى ما يكون في حل بلبنان. هلا بنحكي لوحده الازمه إيه ما في حل. الامريكاني ما اخذ حل، السعودي بعد ما اخذ حل. شو بدك شو بيقول لهم؟ شو بيجمعهم وشو بدنا نعمل؟ شو بدنا نسوي؟ لحد الان، على الاقل لحد الان نحن بهذا التاريخ ما صار في حل لانقاذ لبنان. لو انت بتعرفي وانا بعرف وكلنا بنشتغل سياسي واعلام، لو كان في حل كان بلشت الامور تاخذ غير مجرى. بس استاذ، اتفاق ترسيم الحدود والمشهد هذا اللي بيهم الامريكاني المقبل والمشهد الاستثماري هذا بيتطلب استقرار. يعني مش معقول نكون رايحين الى زوال لبنان ومشهد امني حدود بريه، مش ترسيم، تثبيت الحدود. بيهمهم هونيك. حقول لك شيء اخطر. طيب بكره نحن قالوا باب ايلول نسينا راح اب ايلول تشرين اول قالوا لقينا غاز. حيبلشوا. لوين بدك تاخذي الغاز؟ شو المنشآت اللي عندنا على الشط؟ شو عملنا؟ ولا شيء. إذا بدك تعملي بايب بدك مليار مليار ونص لحتى تجيبي بايب للشط، بدك تعملي مؤسسات بدك شيء. الاستخراج كمان بده سنوات، مش انه هلا اذا لقينا يعني رح نستخرج. لا بدوش سنوات. حيستخرجوا. بتعرفي شو حيصير الحال؟ اخذ الغاز اللبناني الى دمياط محل ما بيروح الغاز الاسرائيلي. هونيك بيسووه ومن ثم يؤخذ الى اوروبا. كل حدا بياخذ حصته. هذا اللي بيهم الامريكاني هلا، وهذا اللي بيهم الاسرائيلي. واساسا المشروع كان هو ان يذهب الغاز اللبناني والغاز الاسرائيلي ومن بعد ما يتكرر يروح على المضخه بتركيا ومن تركيا الى اوروبا كبديل للبايب. واساسا بدايه الحرب السوريه ما بلشت لا ديمقراطيه ولا حكم ديكتاتوري وحكم علوي ونصيري. وهذا بقول لك كل القصه قصه غاز. يوم اللي اجى وزير خارجيه قطر اللي صار رئيس حكومه اللي هلا شالوه لعند الرئيس بشار الاسد وقال له الغاز اللي عندنا عم بيجي من مضيق هرمز لا بحر العرب لا باب المندب لا قناه السويس لا يروح عم بيكلف وغيره. ونحن هلا هذا المشروع بدنا نضخه الى سوريا الى حمص تحديدا. لكن عشان هيك كان الشغل على حمص ومن حمص الى تركيا اللي كبديل للبايب الروسي اللي لكن من ايمتى عم بتخطط للقصه. لا نعرف خلفيه الحرب باوكرانيا شو عم بيصير حرب الاستنزاف. لما الرئيس بشار الاسد ما قبل شو اخر كلمه قال له اياها جاسم محمد بن جاسم؟ شو قال له اياه؟ نلتقى على الارض. ثم بدات انه كان عشيه نايم الرئيس بشار الاسد في الصبح قال له ان الطيارات تضربوا العالم بالبراميل مثلا مثل ما البعض من هذا الحكي. والله كان في عم بحكيك بصراحه والله كان في اعداد لهي القصه. هلا قد ما بدك الراي العام اللي مثل ما قال عنه راي بغل تايدي بيصدقوا كذا وبعده هلا بيعملوا افلام وبصيروا يعملوا. حبيبي الخلفيه هونيك. هلا الرئيس بشار الاسد يقلب يقول انا بدي اقطع علاقتي مع ايران واوكي موافق على هذا الخطر بيحكم سوريا الولد. طيب. هذه معروفه. لذلك كمان نحن عندنا هون بده يفهموا البعض حتى وحاحكي كلام اخطر. حتى الزونات اللي هيك ستوزع طائفيا. حتى بعد خلفيه المشكل بين القوى السياسيه شو بدك انا بتعطيني من فوق ما بتعطيني. الي شركات في شركات مرقه الي حصه فيها ولا لا. ومين له بالبحر كل واحد قبل منطقته. عشان هيك اجى البعض حكى بالفدراليه.